هو فعلا في كلب يقدر يقتل إنسان بالغ وكبير وكمان رياضي؟ ده بقى اللي هنعرفه في آخر الحلقة. الكلب بين، أو زي ما كانوا بيلقبوه كده بقى بكلب الموت، كلب غبي وشرس وخطير وعدواني وصعب السيطرة عليه بسبب قوته الفتاكة. وكانت مسألة وقت قبل ما الكلب ده يتسبب في مصيبة وبلوى على دماغه ودماغ أصحابه اللي بيربوه. والخطأ ده بقى مش هيحصل لأي حد، ده هيحصل للاعبة والمدربة الأمريكية المشهورة ديان وابل. بس زي ما قلنا، هل فعلا في كلب زي ده يقدر يقتل إنسان بالغ وكبير ورياضي؟ وإيه بقى علاقة أصحاب بين وشقة ديان والمافيا بالجريمة دي كلها؟ لا، ده احنا يلا بينا ومن غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول ونتعرف على الدقائق الأخيرة المرعبة للمدربة واللاعبة الأمريكية ديان وابل، بين أنياب الكلب بين أو كلب الموت، واحد من أندر سلالات الكلاب في العالم كله واللي محظور تربيتها. بس زي ما احنا متعودين صديق الإنسان، قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش طبق لشق. ديان ويبل اتولدت في لونج ايلاند في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الزفتية. ديان كانت طفلة صغيرة عسولة وحبوبة، وكان حلمها تبقى رياضية مشهورة لما تكبر. ولما كبرت شوية في السن ودخلت المدرسة الثانوية، بقت واعرة بالذات في كل ألعاب القوى الرياضية وكمان في رياضة اللاكورس. وبعد كده شاركت في كأس العالم للسيدات في رياضة اللاكورس مع منتخب بلادها أمريكا، والبطولة أقيمت في نفس الدولة، وديان حققت اللقب لبلادها وكانت طايرة من السعادة. بس رياضة اللاكورس ما كانتش هي الرياضة الوحيدة اللي ديان بتحبها، خصوصا وان الرياضة دي مش واخدة صيت ولا حتى معروفة، يعني عمرها ما هتحقق حلم الشهرة اللي بتحلم بيه. ديان بقى كانت مغرمة بألعاب القوى وبتعشقهم، وبتحلم إنها تجيب ميدالية أولمبية ذهبية لبلادها، وده اللي خلاها تتجه على طول لرياضة جري المسافات. وفعلا كانت هتشارك في الأولمبيات وتحديدا في سباق 800 متر. بس حظها الوحش إن حصلت لها إصابة هتمنعها من ممارسة ألعاب القوى نهائيا. بس ديان كانت ست قادرة وواعية، وقررت تحول خيبة الأمل دي لنجاح بس من نوع تاني. ديان قررت انها هتبقى مدربة رياضية لرياضة اللاكورس، خصوصا بقى وانها بطلة كاس عالم سابقة، يعني عارفة كل كبيرة وصغيرة عن المنافسات على اعلى مستوى، وعندها الخبرة اللي هتنقلها للجيل الجديد. وفعلا ديان بقت مدربة لفريق سانت ماري في كاليفورنيا، وهي عمرها 33 سنة بس، واثبتت جدارتها في التدريب واسمها بقى معروف، وده اللي هيخليها تروح تدرب فريق اكبر وتغير المدينة. سنة 2001 ديان هتستقر في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا علشان تمسك الفريق الجديد اللي هناك. وإدارة النادي كتر خيرها جابولها شقة في مبنى سكني وعربية جديدة، والحياة بقت آخر حلاوة معاها. بس تقريبا كده والله أعلم في حد منكم دلوقتي هو بيسمع حكايتها بصلها في حياتها، علشان كده هتتشقلب من فوق لتحت حالا. شقة ديان وابل الجديدة كانت موجودة في مبنى سكني في شارع اسمه باسيفيك. بس ديان ما كانتش لوحدها اللي موجودة في الشقة. ديان كانت واخدة أوضة، والأوضة التانية كان بيعيش فيها زوج وزوجته والكلب بتاعهم. وللي ما يعرفش، فده طبيعي في أمريكا إنك تأجر أوضة في شقة مع ناس تانيين وتعيشوا كلكم في نفس المكان. جيران ديان كانت الولية الخبيثة مارجري، ودي عندها 45 سنة، وجوزها الحلوف كان اسمه روبرت نول، وده عنده 59 سنة. والكلب بتاعهم كان اسمه بين، وده كان كلب ضخم وجسمه كله عضلات ووزنه أكبر من وزن ديان نفسها. بين كان من سلالة نادرة جدا اسمها بيريسا كاناريو من جزر الكناري في أسبانيا، والسلالة أو النوع ده من الكلاب محظور تربيتهم في دول كتير في العالم. والكلب ده بقى بالتحديد كان مشهور بعدوانيته المفرطة، وانه بيحمي اصحابه حتى لو هيقتل ويذبح. والسمعة الزفت والطين دي خلت الجيران والناس اللي في الحي كلهم يخافوا من الكلب ده. ولما كان روبرت ومارجري بينزلوا يتمشوا بيه في الشارع، كان الجيران بيمشوا بعلبة رذاذ الفلفل، ودي اللي بيستخدموها لحمايتهم من الدببة زي ما قلنا قبل كده. وهنا هم كانوا بيمشوا بيها علشان لو البغل ده فكر يهجم على حد فيهم يرشوه في عين امه ويخلوه يدوخ. بس بين طول الفترة دي كلها ما عملش ولا مشكلة واحدة حتى في الحي كله. بين ما كانش الكلب الوحيد اللي عند الزوجين، وكان في نتاية تانية اسمها هيرا. وهيرا هي كمان كانت من نفس السلالة، وكلبة ضخمة وغبية بس مش زي الذكر أبدا. وفي يوم بين كان مربوط من السلسلة في زاوية الشارع، وكان هيهجم على واحد من الجيران ويقتله. بين كان وزنه 130 رطل، يعني كلب ما شاء الله زي الضرفة طول بعرض بغل كده، وأصحابه العواجيز بيتحكموا فيه بصعوبة.
وفي اليوم ده وبالعافية مارجري قدرت انها تحجز بينه وبين الراجل اللي كان هياكله. وفي مرة تانية الكلب بين كان هيهجم على الدكتور البيطري اللي بيعالجه وكان هيبلعه حرفيا، لدرجة ان الدكتور رفض انه يعالجه تاني خوفا على حياته، وقال لهم الكلب ده في يوم من الايام هيموت حد، ونصحهم وحذرهم من انهم يفضلوا محتفظين بيه في بيتهم. لكن روبرت ومارجري اتجاهلوا كل الكلام ده، وكلام الدكتور اللي قاله للزوجين انتشر في الحي، ومن يومها والناس بقوا بيلقبوا بين باسم كلب الموت. ومش هيعدي وقت طويل قبل ما اللقب ده يتحول لاسم فعلي وحقيقي. بعد شهرين من قعاد ديان في البيت مع مارجي وروبرت وكلابهم، كانت بتتجنب انها تشوفهم طول الوقت ده. لكن في يوم ديان وهي داخله اوضتها هتلاقي بين موجود لوحده في الصاله قدامها فيس تو فيس. وقتها جسمها هيترعش من الخوف وهتقرر انها تجري من قدامه، لكن بين هيجري وراها. وقبل ما يجرس اسنانه في معصم ايد ديان اليمين، روبرت هيطلع من الاوضه بتاعته ويزعق للكلب بتاعه ويمسكه. وديان طبعا هتجري على اوضتها وتقفل الباب عليها وتقعد تصرخ وتعيط، وهتقول للزوجين ان الكلب بتاعهم كان ممكن يعورها ويحصل لها اصابه خطيره، وهتهددهم بالشرطه. لكن الوليه اللئيمه والخبيثه مارجري هتهندل ديان وهتثبتها بكلمتين، وقالت لها عمرك ما هتشوف الكلب ده ابدا يا ديان من غيرنا. بس ما عداش شهر واحد وهتتكرر المقابلة تاني، لكن المرة دي ديان مش هتكون محظوظة زي المرة الأولانية أبدا. يوم 26 يناير سنة 2001، وقبل 5 أيام بس من عيد الميلاد ال35 للمدربة الشابة. في اليوم ده كانت ديان جاية من السوبر ماركت بعد الظهر، وشايلة في ايديها الاتنين أكياس فيهم لوازم البيت، وراحت دخلت من باب المبنى بتاعها وطلعت على السلم. وفي نفس الوقت ولسوء حظها كانت مارجري نازله ومعاها بين وهيرا علشان تتمشى بيهم بره البيت، وجوزها روبرت ما كانش موجود في البيت، يعني الكلاب مع مارجري لوحدها. الولية لبست الكلاب السلاسل بتاعتهم وخرجت من الشقة ونازلة دلوقتي على السلالم، وده بيتوافق مع نفس ذات اللحظة اللي ديان جاية فيها من بره وطالعة لشقتها على نفس ذات السلالم. ديان شافت الكلبين قصادها واتجمدت واتسمرت في مكانها، والكلاب بقى اول ما شافوها اتجننوا على الاخر وحلفوا انهم يهاجموها دلوقتي، تقولش بقى انهم شافوا عفريت. مارجري ما قدرتش تقاوم سحب الكلبين اللي فكوا من ايديها، وفي ثانيه واحده كانوا قاعدين فوق ديان وبيقطعوا في جسمها. مارجري قعدت تصرخ فيهم علشان تحاول تسيطر عليهم، بس الكلبين لما شافوا الدم الاحمر نازل من جسم ديان اتجننوا اكتر واكتر. الكلبين زي ما قلنا متربيين على القتال والحراسة والحماية، وشافوا ان ديان متطفلة وبتشكل تهديد على اصحابهم، علشان كده قرروا انها لازم تدفع الثمن، والثمن ده هو حياتها نفسها. الكلاب ولاد الكلاب وقعوا ديان على الارض وقعدوا يعضوا فيها بانيابهم ومزقوا لحمها في ثواني. مارجري قدرت انها تمسك هيرا وتسحبها من على ديان، لكن الكلب بين فضل مكمل عض ومش هيسيبها النهارده خلاص. كلب الموت عض ديان من رقبتها وظهرها ووشها وسحق جمجمتها تماما. وفي وسط المدعكه دي واحد من الجيران سمع المصيبه اللي بتحصل دلوقتي على السلم وراح متصل بالطوارئ بسرعه جدا. الشرطه وصلت للمكان في 5 دقايق ولقوا ديان مرميه على السلم وجنبها بركه من دمها، وخدوها بسرعه ونقلوها لمستشفى سان فرانسيسكو العام، وماتت هناك في نفس اليوم بسبب فقدان كميات كبيره من الدم في جسمها. الشرطة قبضت على الكلبين وبدأ الكلام يكتر حوالين روبرت وزوجته مارجري، وعيلة ديان طلبوا بفتح تحقيق معاهم. الزوجين اتوتروا وقالوا ان ديان هي اللي غلطانة لانها لبست ملابس عليها ريحة عطر قوي وده نشط الكلاب، وطبعا دي بجاحة منهم والكلام ده بلح، وده زود شك الشرطة فيهم اكتر واكتر. وبعد تحقيق وجلسات ومحاكمات طويلة اكتشفوا بقى ان المعلمين دول بيربوا الكلاب وبيدربوهم على القتال علشان عصابات المافيا، وان الكلب بين ده تحديدا كان بيشارك وبيحمي عمليات المافيا لتهريب الدراجز من والى المكسيك، وان بين وهيرا كانوا كلاب زعيم عصابات اسمه بول شنايدر، والراجل ده محكوم عليه 14 سنة وهم خدوهم اتبنوهم منه، وده اللي خلاهم يعضوا ديان 77 عضة في راسها وجسمها ودمروها على الآخر لحد ما ماتت في إيديهم. والمحكمة أمرت بإعدام الكلبين بين وهيرا فورا، وده حصل فعلا. وحكموا كمان على مارجري ب15 سنة مدى الحياة بتهمة القتل غير العمد أو القتل من الدرجة التانية. ورفعوا قضية تعويض على روبرت وكسبوها وخدوا من أمه $1.5 مليون. وعيلة ديان لما خدت الفلوس حطوها في مؤسسة المنح الدراسية باسم ديان وابل. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش طبق الاشهر. صديق الانسان الجميل الحبوب، لو لا قدر الله كنت انت اللي مكان ديان، كنت هتعيش في الشقه دي مع الكلاب بعد ما تعرضت لهجوم اول مره وربنا سترها معاك، ولا كنت هتلم حاجتك وتغور من وشهم كلهم؟ اكتب لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.